كده احنا هنقول كلمتين وبعد كده براحتك. احنا اول ما عملنا جروب كان هدفنا ان الكل يعتمد على روحه. الحمد لله. تمام؟ النهارده احنا هنعمل حاجه كده اختبار او تجربه بسيطه تثبت ان الكل يقدر يعتمد على روحه في تصنيع الليكويد. النهارده هيقدم لنا المحاضره في تصنيع الليكويد اتنين مبتدئين ما عملوش ليكويد قبل كده. تمام؟ بيهم نقدر نثبت ان اي حد في الدنيا يقدر يصنع الليكويد بتاعه بنفسه، وما هواش صعب وما هواش مشاكل، بمنتهى السهوله. ده انا هواك. فكرة حلوة. لا دي كيت انا جمعتها. تمام؟ الكيت دي معاها تعليمات اهي، انا مش هتدخل، انتوا اتعاملوا معاها. انت معاك الايفون؟ أول بند بيتكلم عن عدد 2 عبوة بيس حجم 100 مللي الواحدة. الورقة دي مقدمة فما خليها مش احنا هنتكلم عن الكونتنت المحتوى. بيتكلم عن عدد 2 عبوة. ممكن نوسع لبعضنا ونقعد يعني هنشوف كلنا عشان ندي فرصة للناس تسمعنا. عدد 2 عبوة بيس حجم 100 مللي. واحدة بس. عبوة 2 مللي. هي واحدة عدد عبوة فرق. عدد عبوة هو عدد عبوتين مللي بيس. يبقى دول العبوتين الاثنين بيس 100 مللي. هنجيب عبوة فاضية 100 مللي برضه. وعدد 5 حرك بس الترابيزه ورا كده عشان الكل يسمع. عدد 5 سرنجات مقاس 10. 1 2 3 4 5. عدد 11 سرنجة مقاس 1 مللي. 11 سرنجة يبقى كانوا 5 مقاس 10 و11 مقاس 1 مللي. اثنين جوانتي طبي 1 2. البند ده معلش مش موجود دلوقتي. طيب خلاص يبقى كده عندنا 2 بيز، واحدة عبوة فاضية، 5 10 5 سرنجات 10 و10 و11 سرنجة مقاس مللي. دي كده أول إيه نقطة. بعد كده عدد 10 أنبول ريبر مقاس 1 مللي. 10 أنبول هم دول 1 10. عدد 1 أنبول إثيلي ملتور. واحد عدد متوفر دلوقتي في المجموعه بس. عدد 20 عبوة حجم 10 مللي بقطارة. 20 عبوة كل كيس فيه 10. وعدد 20 ستيكر. ده لسه برضه. وعدد 1 مانيوال مكون من 4 صفحات اللي هو ده. ماشي. ده كل خطوات التصنيع بقى. واحد تقرا وتنفذ.
واحد، قم بغسل العبوه ال 100 مللي الفارغه جيدا بماء كثير، لا تستخدم صابون، يعني ميه بس من غير صابون، هي مغسوله فنفترض انها مغسوله. قم بتجفيف العبوه، البس الجوانت الطبي. اشتغلت بقى ومش عارف ايه. بعد كده استخدم السرنجه ال 10 مللي دي، تسحب 10 مللي من عبوه البيز وضعها في العبوه. السرنجه ال 10 مللي هنسحب 10 مللي من البيز. 10 مللي. لا لا هنسحب 10 مللي من هنا. ما تيجي طبعا عشان تعلم. يبقى كده عندنا 10 مللي بيز هنحطها هنا. هناخد سرنجة 1 مللي نحطها هنا. هنسحب 3 مللي من أنبول الفريد. 3 من 10 يعني ناخد 3 مللي. ده كده الأنبول ده 1 مللي. احنا هناخد منه 3 من 10. طب ده مش السن. ناخد كام؟ 3 من 10. يعني 3 من 10 يعني يعني 30 حتى 30 ها؟ 1 2 كده لا مش فارقه كتير لو كانت فارقه عليها او كانت اكتر سن مش هتبقى حاجه. هنحط فين الورق؟ بعد كده هنحطها في العبوه الفاضيه. لا العبوه الثانيه هي دي الفاضيه. هنحط الثلاثه من وبعدين دجها لمده 5 دقائق. دجها 5 دقائق. اكتب بقى تصوير قبل ما يرد. احسب لا حد يحسب 5 دقائق. استخدم القطاره البلاستيك يسحب فيها كميه صغيره وتكون جيب لك قطاره حاجه. هو باشمهندس علاء بعد كده ممكن يعمل مونتاج 30 ثانية. 5 دقايق بجد؟ انت مستني تشوف توصل لفين في 5 دقايق. حاجه بتشربها رياضي عشان حاجه بتشربها فلازم جري الوقت. طيب جري الوقت. لازم تتعب فيها ما دام بتشربها. دقيقة. صح اعمل عندك يمين صح عندك يمين وشمال. فاصل لغاية اما الحاجة اللي في الفرن. هنا شويه هنا شويه. عايزين تانك القطنه بتاعت الدقيقه. يعني بعد كده هندوق من عندك احسن حاجه. دقيقة ونص. ما تعملش. قطاره. طيب بالنسبه لسؤال مهم يا مستر حسام، المضرب الكابتشينو يوفر علينا 5 دقايق
انت بسرعه كده مش هيجري الوقت برضه. هو برضه هيبقى السرعه دي مش هيجري الوقت يمكن. نفس بس هو الوقت الرج هيبقى كويس. بس انا عايز اقول لك ايه، احنا بنعمل لك الكيت دي عشان ما تحتاجش حاجه. تمام. ما تقولش اصل انا مش لاقي مضرب الكابتشينو، اصل مش عايز انزل، اصل انا مكسل، اصل انا بستعمل ايدك. تمام. لكن لو توفر مضرب الكابتشينو، لو حد تاني يرج لك. لا بجد، لو خلينا في موضوعيه في الموضوع. لو توفر مضرب الكابتشينو هيبقى بيتر احسن طبعا. وياخد نفس الوقت. خد ولو بالك جبت جهاز يعمل احنا لك الكيت دي احنا بنقول ان احنا ممكن نقدمها للمبتدئ ما يحتاجش مشاكل، ما يبقاش عنده مشاكل. الكيت يقدر ياخدها كلها حته واحده، يقعد في البيت يعمل 10 اصناف، تمام. يعمل 20 صنف، تمام. يعجبه اللي يعجبه. ويتذوق منه لحد ما يوصل للريسبي بتاعته. اسئله كانت بتجيلي انا خايف اجيب 10 مللي فليفر ويطلع مش عاجبني. مظبوط. اسئله كانت بتجيلي اصل انا مش هعرف احسب النيكوتين كام. مظبوط. اسئله كانت بتجيلي اصل طب البيز اعمله كده ولا اعمله كده. طب احنا عشان نسهل الكلام ده كله للناس ليه ما نعملش برودكت زي كده واوريدي هو جاهز موجود. وبسعر ارخص كتير اي حاجه، تمام. ويبقى الدايت كله مع كل الناس. طب ده متوفر الكيت دي متوفره مع مين؟ اقرب وقت هقول لك هبلغك في اقرب وقت. وعشان الناس كمان انا بعمل اسال عشان الناس تعرف. الكت زي ما انت شايف لسه مبدئيه. يعني ايه مبدئيه؟ بنفكر ايه اللي ناقصها لما بنتست يعني في مرحله اختبار. بنتست مع الناس. تمام. لسه اول مره تنتج. تمام. لو هم نجحوا يبقى التست نجح. الكت كمان. لو ناقصهم حاجه يبقى الكت ناقصها حاجه. يبقى دي في مرحله البيتا يعني. ده بيتا فيرجن. بيتا فيرجن. تمام. طبعا ما زي ما انت شايف لا في تكليف ولا في احنا جايبينها في طب دي فكره ممتازه جدا يعني ان شاء هي الله. فكره مبدئيه حلوه جدا وهتساعد كل الاعضاء اللي في الجروب ان هو يعمل الدايت من كام يوم عملنا وتنمي استفتاء. الهوايه كمان. عملنا استفتاء كام واحد بيشرب داي وعاجبه وكام واحد بيشرب جاهز وعاجبه، كانت النتيجه غير مرضيه. الجروب معمول عشان الناس تقول رايها. عشان نعمل بنفسنا. صحيح. عشان يوم ما يقفوا الاستيراد في كل حته مطورين بس والسرفايف. مطورين بس هم اللي هينجوا، هم اللي هيبقوا بيعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يتعاملوا. دي الفكره. خلاص يا بيه كده ده كورس 5 دقايق كده. خليت على مهمتك ها؟ لا تمام حلو قوي. فاضل دقيقه ممكن ارد لك شويه. لا خلينا 5 دقايق عشان الناس اكيد عشان يبقى الخمسة 5 مظبوط. عشان الناس ما تكسلش. هات هرد لك شويه. مش تعبان؟ طب لا كويس. يبقى اللي عايز بعد كده يعمل ليكويد اسمه حضرتك ايه؟ اهلا يا احمد فوزي. ناس تيجي لاحمد فوزي. طب انا محتاجك يومين يا احمد، انا هعمل دايت اليومين دول. لا هو طبعا مضرب الكابتشينو عمل بعد هيجيبوا مضرب الكابتشينو عمل. هي كده مش عارف. خلاص كده
عندنا اول عمال ايديا وحياة هو انت لسه اجمل عليه. تركيز ايه؟ حتى ما عملتش ضايع كده. حد خلي حد يبقى عايز هو ده هو جاي لنا تستات تقرا الكتالوج ده؟ احنا كده عملنا خلاص. يقرا من هنا. شد بس مش جامد. زيرو حابينهم بقى في ازازه. حابينهم في ازازه صغيره عشان هم هيحتاجوا دي.